محاولة خطيرة الهلالي والهامسون مرة أخرى داخل منطقة الجزاء وفرصة وكرة الجول الأول للهلال. هدف أول للهلال عن طريق يو بيونغ سو اللاعب الكوري الجنوبي الذي وجد نفسه مرتاحا تماما دون وجود مضايقة، دون وجود مدافعين، ما في لاعبين لبنياس كانوا حاضرين، لذلك المدرجات اشتعلت وجماهير الهلال فرحة جدا بتقدم فريقها الآن بهدف أول في الدقيقة 22 من شوط المباراة الأول. لاحظ اللعبة ولاحظ الكرة، ونحن نتحدث عن إبداعات دفاعات بنياس، لكن غابت الدفاعات في اللقطة الماضية. ولاحظ والهامسون الذي صنع الكرة وأرسلها قوية. محمد خلف كان رائعا في التصدي في مناسبة، لكن عندنا الكوري، شوف الأريحية، لو مرت من الكوري كان في لاعب هلالي آخر أيضا ينتظر، وبالتالي فرصة الهدف الأول وكرة الهدف الأول. وزعيم المملكة يتمنى أن تكون هذه الأمسية وأن تكون هذه المباراة عربون صداقة ما بينه وما بين الجماهير الهلالية. عندنا والهامسون يحاول، وهدف ثاني للهلال، هدف ثاني للهلال عن طريق والهامسون النجم السويدي الذي يصل لمناسبة ثانية. يا ساتر على 3 دقائق، هدفين في 3 دقائق للهلال. والمدرجات مرة أخرى في استاد الأمير فيصل بن فهد تشتعل بهذه الصورة، حماس الجماهير الهلالية وفرحة الجماهير الهلالية. زعيم المملكة يتقدم بهدف ثاني، والأجانب هم اللي يسجلون، أولا الكوري الجنوبي يو بيونغ سو، وثانيا السويدي والهامسون بهدف ثاني وبضربة ثانية وبكرة كانت بهذه الصورة استقرت في شباك محمد خلف. وعلى ذلك الهلالي في مناسبتين الآن يتقدم بهدفين. الأمور بهذه الصورة وبنياس في وضعية صعبة بهدفين للا شيء حتى اللحظة. والهامسون تقدم عرضية خطيرة، الثالث للهلال مرة أخرى. الكوري الجنوبي في أفضل حالاته وفي أفضل أشواطه يو بيونغ سو يسجل 3 أهداف الهلال في شوط أول. ثلاثية هلالية كبيرة، اي والله ثلاثية. شوف اللعبة ولاحظ والهامسون مرة أخرى الذي صنع هدف المباراة الأول للكوري، ها هو الآن يعيد مرة أخرى صناعة الهدف الثالث للكوري. ولا تنسى بأنه سجل الهدف الثاني، وبالتالي الفضل في الشوط الأول بالصناعات وبالأهداف لهذا الرجل والهامسون الذي أنصفه إبراهيموفيتش كما تحدث. الكبير كبير اللاعبين، يعني كل ما يدير للهلال مباراة الهلال يفوز فيها وينتصر فيها. وعندنا هدف رابع هلالي، هدف رابع هلالي وهاتريك ليو بيونغ سو في هذه المباراة، هاتريك للكوري الجنوبي. فرحة أكبر وأكبر مرة أخرى صاحب التمريرات وصاحب اللمسات وصاحب الإبداعات والهامسون يقدم الهدايا ويقدم الكرات ويقدم الفرص ويصنع فرحة هلالية كبيرة. هذه 3 كرة يقدمها والهامسون ليو بيونغ سو، والكوري الجنوبي لا يفرط بالفرص، لا يفرط بالكرات، كل فرصة بهدف والنتيجة كما تشاهد. تعود الكرة هلالية ومحاول الآن عن طريق الفريدي والهامسون فرصة الخامس للهلال. والهامسون النجم الكبير في مباراة اليوم، تاريخية للهلالي على الفرق الإماراتية. شاهد الآن 5 أهداف كاملة، ولاحظ التمريرة من الفريدي هو اللي يقدم اللعبة الماضية الذكية. ولاحظ والهامسون أبعدها الحارس في مناسبة، لكن المدافع بعد ذلك يكمل الكرة في الشبكة. الجزائري بوزيد الذي حاول إبعاد الكرة الماضية، لكن أبعدها وين؟ في شباك بنياس. بالإمكان أن يسجل الثاني والثالث، لكن هذا الأمر لم يحدث. وعندنا فرصة خطيرة، الكوري يبحث عن السادس،
الهلالي 6 وسوبر هاتريك ليو بيونغ سو في هذه البطولة، ما فعلها إلا ريكاردو أوليفيرا. سوبر هاتريك. الآن الكوري يو بيونغ سو ما يهدر الفرص، كل فرصة بهدف، كل فرصة بجول، كل فرصة بابتسامة. سعادة ما بعدها سعادة عند الهلالي. ما توقعوا هذه النتيجة الكبيرة، ما كانت على البال أن تكون في دور ال16 6 أهداف كاملة في شباك بنياس. يا لها من نتيجة، ويا له من رقم يسجل، ويا له من لاعب يتألق في مباراة اليوم. هو الكوري الذي يسير على خطى كبار كوريا ويسجل 4 أهداف من أصل السداسية الهلالية في شباك بنياس في مباراة قابلة للزيادة، في مباراة قابلة. أفضل مبارياته يعني في بعض الأحيان المهاجم يسجل جول وجولين لكنه يضيع فرص عديدة، وعندنا الهلالي لا يضيع. هدف سابع هلالي. سالم الدوسري يقول الطريق للهلالي سالم، الطريق للهلالي سالم، وأعطى الهلال نتيجة قياسية كبيرة جدا، كبيرة جدا. هذه النتيجة التي من خلالها يسطر زعيم المملكة طريق إلى دور الثمانية ويكتب شهادة نجاح لزعيم المملكة بعد سنوات يبحث من خلالها عن التميز في دوري أبطال آسيا. تبدو الأمور الآن إلى طريق ناجح، ويبدو كبير الأندية السعودية في الطريق لمواصلة المشوار.